يعني هناك أخبار تقول أن الكاف قد تستند للجزائر لاحتضان 2027 استنجاد بالجزائر، وأن تنزانيا أوغندا وكينيا لن تكون جاهزة لاحتضان هذا الحدث. تعال على الشيطان، راكم حامين السخانة هذه ولا شحال؟ يزيدوا شوية كليماتيزر باش يبردوا شوية. منير بن قاسي، هل ستوافق الجزائر أم لا؟ أنا ما نظنش الجزائر راح توافق في التهريج هذا تهريج سي تنشو هذا. علاش حنا لا نجيو اليوم ننقدوا الكاف من لا، حنا نقعدوا توجور في الاخر تاعنا. واضح. امين. سؤال مطروح عماد، لماذا تمنح الكاف الكاس افريقيا 2027 لتنزانيا وكينيا واوغندا وهي تعلم ان هذه البلدان لن تكون جاهزه؟ يعني من الاول كانت الامور ضد الجزائر. أنا أستبق الأحداث، يعني لو تستنجد الكاف بالجزائر هناك ربما مخالفة للقوانين. ولكن أنا أقول مرة أخرى نستطيع أن نأخذ ذلك الملف وننظم 27 بعد أن نقايض إنقاذ الكاف بمصالح جزائرية. إذا كان الأمر كذلك هذه سياسة وهذه أمور عادية جدا. عندما نقايض أمر بأمر ممكن أن نفتح باب النقاش، لكن أقول مرة أخرى يجب أن نقول لموتسيبي إذا بقي في منصبه، هل الجزائر سوف تترشح لمونديال 34 حتى تقترح الجزائر أن تستضيف 27؟ الجواب عند موتسيبي. أنا أستبق الأحداث، يعني لو تستنجد الكاف بالجزائر هناك ربما مخالفة للقوانين. ولكن والله ما سمعتك. أنا أستبق الأحداث، يعني لو تستنجد الكاف بالجزائر هناك ربما مخالفة للقوانين. ولكن هي نضحكوا كامل هي.